كلنا عارفين طبعا ان المسقعة بتحتاج مننا بتنجان مقلي في الزيت. ومادام قلنا مقلي في الزيت يبقى هيشرب مننا زيت كتير، ودي طبعا مش عايزين احنا طبعا نستهلك زيت كتير. فهنعمل النهاردة مسقعة بالبتنجان، ولكن البتنجان مش هيشرب مننا ولا نقطة زيت لان مش هنقليه في الزيت. وفي نفس الوقت برضك هتاكل مني احلى مسقعة، هتبقى وصفة صحية موفرة جدا. ولكن لو اول مرة تشوفني اعمل اشتراك ولايك عشان يوصلك كل جديد. هنبدأ نولع عيون البوتاجاز بتاعتنا وننزل بالبتنجان بتاعنا نشويه على عين البوتاجاز. وللناس اللي بتحب البتنجان المشوي سواء مشوي أو مسقعة، أنا أحب أنصحكم وأقول لكم إن البتنجان اللي بيتعمل على عين البوتاجاز بيطلع طعمه أحلى ما يتعمل في الفرن. اللي عنده فرن بيعمله في الفرن يعني يجرب الوصفة دي والوصفة دي ويشوف الفرق بينهم. هنا هحتاج معايا فلفل حار اللي بيحب الحار. طبعا مش هنحط لكم قيود في موضوع الفلفل الحار، طبعا كل واحد على قد ما بيحب، حابب يحط قرنين 3 4 على قد ما هو عايز. أنا هحتاج معايا بطاطسيتين متوسطين. طبعا احنا بنجهز حاجة المسقعة على بال لما البتنجان بتاعنا يشوى. وده طبعا حجم البطاطس بتاعتي يكون حجمها متوسط كده، ميكونش كبير. وهنا بعد ما البتنجان بتاعي الشوى هبدأ أنضفه كده، اشتغل طبعا القشر بتاعه، ويفضل هو سخن بيكون أفضل يعني. هنا هشتري القشر كله وهحاول أنعمه عند الفولة. وهنا طبعا هيبقى تنعيمه سهل مادام استوى. هبدأ أنعم البتنجان بتاعي ده تنعيم كويس. صدقني هقول لكم على طريقة وطشة كده للمسقعة تطلع معاكم جميلة جدا، حاجة يعني فوق الوصف. هنا أول حاجة هبدأ أسخن زيت في طاسة على النار، وأنزل بالبطاطس بتاعتي أقليها. البطاطس ما تشربش مني الزيت يا جماعة زي البتنجان. وهنا طبعا هبقى أقلي البطاطس بتاعتي ده قلية كويسة. شايفين كمية الزيت اللي أنا محطوطة بقلي فيها البطاطس؟ هتبص تلاقيها زي ما هي، مش هتنقص خالص يعني، لأن البتنجان بصراحة سفاح في الزيت. فاحنا عشان نتلاشى موضوع ان هو يشرب مننا الزيت، اول حاجة يستهلك مننا زيت كتير، وتاني حاجة برضو شرب الزيت كتير ده مش صحي. بعد كده هنقلل الفلفل. شايفين كمية الزيت بتاعتي زي ما هي. هبدأ افضي الزيت بتاعي ده كله وابدأ اكمل لكم المسقعة بتاعتنا. ده الفلفل بتاعي طبعا هنصفيهم طبعا كويس، كان البطاطس او الفلفل. كمية الزيت زي ما انتم شايفينها كده زي ما هي. هبدأ كده بعد ما صفيت الزيت بتاعي هبدأ احط معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة زيت. دي معلقة صغيرة اهي. احط كمان معلقة تانية صغيرة او نص معلقة كمان. دي معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة زيت بس. وهنزل بخمس فصوص من التوم، اعمل زي طشة كده. اول ما ادي للتوم لون بس اصفر كده هبدأ انزل باربع معالق من الخل. وخل وتوم، حط معاهم بقى معلقة كزبرة، يا سلام تديك أحلى طعم على النار كده، تشم ريحة الكزبرة وريحة التوم مع الخل كده، حاجة وهم يعني بصراحة. وهنا هقلب الطشة بتاعتي دي تقليبة كده. هبقى محضر معايا عصير 4 طماطميات، بس يا ريت يكون لونهم أحمر كويس كده وفي نفس الوقت يكونوا مستويين. هبدأ أضربهم في الخلاط بتاعي وأنزل بيهم، أسبك التسبيكة بتاعتي. شايفين الخل مع الطماطم الحمراء عاملين إزاي؟ ما شاء الله، عاملين كأنها صلصة بالظبط. أبدأ أحط كمان معلقة من التوم صغيرة بس تكون مليانة، ومعلقة ونص من الملح. وأبدأ أخلي ده كله يدوب مع بعضه كويس. تسبيكة طعمها جميل. طبعا أنا دقتها ودقت ملحها قبل ما أنزل البطاطس بتاعتي. أبدأ أنزل بالبطاطس بتاعتي. ما شاء الله التسبيكة دي طعمها جميل جدا من قبل ما أنزل الحاجة فيها. طبعا بعد ما نزلت البطاطس بتاعتي هجهز البتنجان بتاعي وأنزل بيه. هيبقى فاضل بس عندي الفلفل بتاعي. طبعا اجهز بتاع برضك الفلفل بتاعي الصفي طبعا كويس. هبدأ انزل بالفلفل بتاعي واقلبه تقليبة كويسة. طبعا كلنا بندوق الاكل بتاعنا من قبل ما نطفي عليه النار. انا هنا بدوق، ما شاء الله طعمه حاجة كويسة جدا، احلى مسقعة اكلتها في حياتي. والله ما بتباهى بنفسي، بس هو فعلا احلى مسقعة اكلتها في حياتي. جربوها بالوصفة دي، هي مش مكلفة خالص. هي معلقة كزبرة ومعلقة كمون، هو ده كل البهارات اللي بنحطها. طبعا زي ما انت شفت طريقة البرنجان بتتعمل ازاي. بتنجان بتتعمل بطريقة حلوة خالص وصحية جدا، طعمها بيطلع جميل.